معلومة خفيفة على مساجد مراكش في عهد دولة المرابطين. أولا عندنا جامع توروج الزين، وهذا الجامع تم الهدم نتاعو وما بقاش معروف فين كاين. ثانيا عندنا مسجد خطوب، وهو أقدم مسجد في مراكش اللي بناه يوسف بن تاشافين، ودخل ليه المهدي بن تومرت فجاء أول مرة لمدينة مراكش، ولكن كيتم الهدم نتاعو من طرف الموحدين. وأيضا عندنا مسجد عرفة، المسجد اللي استقر فيه المهدي بن تومرت من بعد المناقشة اللي وقعت بينه وبين فقهاء دولة المرابطين، وهذا المسجد حتى هو ما كيبقاش ليه الاثر. واخيرا مسجد بن يوسف اللي كيتبنى من طرف علي بن يوسف، وكيتم الهدم نتاعو من طرف عبد المؤمن الموحدي، ولحسن الحظ كيتم اعادة البناء نتاعو في زمن الخليفة المرتضى، ولكن ما تبناش بالمساحة اللي كان فيها نهار الاول. ودابا السؤال، علاش تم هدم جميع مساجد دولة المرابطين من طرف الموحدين؟ والجواب غادي يكون في الفيديو القادم بعنوان الجانب